مرحبا بكم متتبعي ديال القناة ديالنا. عدنا والعود أحمد. كنعودوا لكم بحلقة جديدة اللي مليئة بالإثارة ومليئة بالتشويق. القصة ديال اليوم كتكلم على الهجرة السرية، وماشي عن طريق قوارب الموت، عن طريق تركيا اللي كلشي كيعرف. الطريق ديال تركيا وكدوز دول البلقان كاملين وصولا إلى ألمانيا. القصة ديال اليوم كتكلم على واحد الصديق ديالي اللي الاسم ديالو نبيل اللي في العمر ديالو 35 سنة. غادي نبدا معكم من الطفولة وغادي نعاود لكم كيفاش حتى مشى لأوروبا وكيفاش حتى دوز هذيك الطريق وشنو هما المغامرات اللي عاش في الطريق. صراحة القصة ديال اليوم مشوقة بزاف، فيها بزاف ديال الأحداث اللي غريبة ومثيرة. اللي صراحة أنا ملي كان كيعاود لي القصة كنت كنستمتع بالسرد ديالو القصة، وعشت معاه واحد المغامرات جميلين اللي عاشهم هو وعاودهم لنا بواحد الطريقة اللي غادي نعاودها لكم كما عاودها ليا هو. إذا نبداو على بركة الله. نبيل كان واحد الشاب في العمر ديالو قبل ما يمشي لأوروبا، كانت عنده 25 سنة. كان كأي الشباب كيتريني، دري نقي، ترونكيل. غير هو اللي عنده والديه، ما كان هو ومعاه واحد اختو صغر منه، دونك كانوا غير هما زوج عايش مزيان. ما عمرو كان كيفكر يمشي لأوروبا ولا يهاجر المغرب. كان عادي كيخدم بحال كاع الشباب المغربي، كيخدم كيريح كيعاود يخدم كيريح، دونك الانسان عايش بخير. والديه ناس دراوش الله يعمرها دار مهلين فيه بخير، ما خاصو حتى شي خير زعما هنا في المغرب. واحد النهار غادي يتلاقى مع واحد الصديق ديالو اللي سميتو هشام. هشام كان الاخ ديالو مشى لاوروبا. هادشي كان طرا في سنه 2014. كما كتعرفوا في سنه 2014 كانت الحرب في سوريا، وديك الوقت كانوا السوريين كيطلعوا لتركيا حيت في الحدود ديالهم، وكيمشيو كيطلبوا اللجوء في الدول الاوروبيه، وكانت الهجره كيسهلوا لهم الطريق باش يمشيو. وكما كنعرفوا حنا المغاربه ديالنا ما كيزقلوش شي فرصه بحال هذه. سمعوا بان راه كاين الحرب، كاين اللجوء، كاملين كيطلعوا كيمشيو لاوروبا وكيديروا فيها راه سوريين وكيطلبوا اللجوء تما. كل واحد والقصه ديالو. دونك نبيل كان ما كيفكرش في الغربه ولا يمشي ولا يهاجر كاع المغرب، حتى تلاقى بالصديق ديالو هشام، اللي كان هشام الاخ ديالو كان مشى سبقو طلع لاوروبا ولح عليه باش يجي. وهو بحكم انه كان صديق ديالو دخل ليه الفكره ديال الهجره، بقى كيعمر ليه راسو كيقول ليه هنا المغرب ما عندك ما دير، اللهم نمشيو لاوروبا غادي تطلع لنا قضيه غير رخيصه، خصنا غير مليون نقطعوا البي ديال الطياره نمشيو لتركيا، ومن تما لتركيا كاينين الناس كنعرف حراقه اللي غادي يدخلونا اليونان، ومن اليونان غادي نمشيو. المهم كي كنقولوا حنايا عيشوا داك الوهم ديال الجنه في اوروبا. عمر ليه راسو قال لي راه صافي وليت كنعس كنحلم باوروبا، كنفيق كنحلم باوروبا. قال لي صافي غادي نناقش هاد الهضره مع الدار، اللي الدار ديالهم بدور ديالهم شافوا نبيل ملح ما غاديش يبغيو زعما يعكسوا ليه الامور ديالو، غادي يعاونوه، غادي يعطيوه الفلوس باش غادي يحرك باش غادي يمشي. اذا هنا نبيل بدا كيصايب في الباسبور ديالو، صايب الباسبور، قطع البيي، مشى لتركيا. قال لي مع دخلت لتركيا عندي في جيبي 900 اورو. قال لي ابار البي ديال الطياره مشى تقريبا بشي 4000 درهم بي ديال الطياره، وبقات ليه واحد 9000 درهم مغربيه حولها اورو. قال لي طحت في تركيا، مشيت انا والصديق ديالي هشام كان عنده شويه فلوس، كراو واحد الدار. مني كراو بركو تما واحد 3 ايام في تركيا، على ما هضروا مع السيد اللي غادي يحرقهم، اللي غنسميوه حنا الحراق، اللي كيديهم عن طريق الزودياك من واحد المدينه سميتها ازمير في تركيا، كيديهم حتى اليونان. اذا نبيل غادي يبرك مع هشام واحد اليومين، من بعد غادي دوز هذيك اليومين غادي يتلاقاو مع السيد اللي غادي يحرقهم. بحكم انهم ما عندهمش الفلوس، الحراق هنا باش كيبغي يحرق الناس كاينين جوج طرق: سواء كتخلص ليه 1500 اورو اللي هي كتعادل مليون ونص مغربيه وكتركب في الزودياك، ولا كتمشي سايق الزودياك وما كتخلص حتى ريال. كما كنعرفوا حنايا هاد القضيه ديال تمشي سايق الزودياك فيها ريسك كبير، حيت العسكر ديال الحدود ولا البوليس لامارين ديال اليونان ولا ديال تركيا كتدخل في
في جريمه ديال التجاره بالبشر. دونك فيها حتى ل 30 عام حتى ل 40 عام حتى المؤبد ديال الحبس. غير هنا في المغرب بعدا راه فيها المؤبد. دونك الدراري هنا ما كانوش واعيين بالخطوره ديال هذا الامر هذا. قال لي ما كانش عندنا فلوس، حنا بغينا نمشيو سايقين الزودياك. والغريب في الامر اللي القضيه اللي زعما اللي ثارت الدهشه ديالي هو ان نبيل ما عمره ما ساق الزودياك. كيعاود لي قال لي راه كنت غير كنخرج في عيني. قال لي ما كنعرفش نسوق. قال لي وقلت لي كنعرف نسوق وكذا. لا انا لا هشام. ايوا سيدي صافي غادي يعطيه يسوق الزودياك. غادي يدير معاهم بانهم غادي يخرجوا لغد ليه. صافي تجمعوا الناس، غادي برك معاه غيدوز ليه واحد تيش فورماسيون. غادي يقول ليه انت ها كيفاش كيتساق الزودياك، ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش. قال ليه ولا طحتي اون بان، الا زعما البومبا ما بقاش كدوز ليسونس، ها كيفاش دير باش دوز ليسونس. وراه واحد الطريقه. قال لي غتبقى تورك على واحد اللعيبه، وديك اللعيبه كدوز ليسونس للموتور. دونك وراه كيفاش الا طاح اون بان وكذا شنو يدير. صافي قال لي خدينا لي جي لي سوفتاج. دخلنا شي 20 واحد في القارب، وكان نبيل هو 21 اللي غادي يسوق بهم. قال لي التمينه غاديين، خرجنا بالليل غاديين. قال لي كيبان لي واحد الجبل كيبان لي واحد الجبل اون فاس معنا وسط البحر. قال لي كندور راسي اللور ما كيبان لي لا يابسه لا والو. قال لي صافي غرقنا. قال لي واحد اللحظه الموتور هو يسكت لي. قال لي سكت لي الموتور ديال الزودياك. قال لي وانا نتفكر هذيك القضيه اللي قال لي الحراق. قال لي بان راه غادي تمشي وغادي تورك على. قال لي يلاه بغيت نقول لواحد العراقي كان راكب اللور، بغيت نقول ليه ورك على ديك القضيه. قال لي مع ناض هو ويدخل الماء. قال لي يدخل الماء للموتور. قال لي مع دخل الماء للموتور صافي بدينا كنغرقوا. قال لي انا مع شفت القضيه حامضه بحال هكا. قال لي ما فكرتش جوج مرات، نقصت من الزودياك وتلاحيت. قال لي تلاحيت بديت كنعوم غادي قاصد داك الجبل تقريبا بعيد عليهم بشي كيلومتر تقريبا ولا كيلومتر ونص. قال لي بقيت كنعوم. قال لي صراحه ما بقيتش كنشوف ورايا مع الليل وكذا. قال لي كندور كنلقى حدايا غير داك العراقي. قال لي غادي بواحد الفرشيه كيلوحها، كيبقى يدرع حتى كيوصل لها عاوتاني كيعاود يلوحها. قال لي وانا غادي كندرع وكنوقف كنستريح قال لي حتى خرجنا في داك الجبل. قال لي في اذا بيه كنلقى راسي خرج غير في تركيا. قال لي حرقت من تركيا لتركيا. صافي شدوهم لا مارين، جمعوهم شنو طرا لكم. قالوا لهم راه تقلب بينا غرق لينا الموتور غرق بينا الزودياك ديال اللي كنا جايين بها، وراه باقيين الناس في البحر. قال لي دخلوا بواحد الباطو بداو كيجبدوا في الناس من الداخل. قال لي جبدوا تقريبا 18 واحد الا جوج. قال لي جوج اللي ما لقيناهمش، ما بانش لهم الاثار. قال لي واش ماتوا واش غرقوا ما عرفتش شنو طرا لهم. صافي قال لي رجعونا عاوتاني لتركيا. قال لي كنتصل بالصديق ديالي هشام، كان وصل لديك الساعه مشى سهل عليهم اللهم وصلوا. قال لي كنعاود نتصل بالحراق. قال لي ما كنمشي عند الحراق كنلقى عنده دوك الجوج اللي غرقوا. قال لي كنلقاهم وصلوا سبقونا لتركيا. قال لي خرجوا من بلاصه اخرى ما شدوهمش البوليس. قال لي صافي ديك الحراق عاوتاني غادي نعاودوا عاوتاني نديروا محاوله اخرى عاوتاني نفس الطريقه. غادي يعطيني عاوتاني زودياك اخرى. قال لي غير هذه المره هذه غادي تكون زودياك مزيانه. قال لي ما بين الخرجه والخرجه ما كانش 4 ايام خرج عاوتاني. قال لي غادي هاد الخرجه الثانيه غادي يسهل فيها الله. قال لي وغادي نمشي وغادي نوصل لليونان. قال لي ما غنوصل لليونان. قال لي كنطيح في واحد الجزيره. قال لي جزيره يونانيه صغيره. قال لي فاذا بي كنت فاجئ بان جزيره عسكريه. قال لي غادي يشدونا العسكر ديال اليونان. قال لي غادي نكونوا كاملين وغادي يديونا لواحد الكامب، وداك الكامب غادي يبصمونا فيه وغادي يعطيونا واحد الخرطيات. ديك الخرطيه نورمالمون خصك تبقى فيها 6 شهور في اليونان، ومن بعد خصك ما تبقاش في اليونان. كتعطيك الحق غير في 6 شهور. قال لي انا غادي نبقى 4 شهور في اليونان. قال لي كان صافي كنعيش مع ديك الجمعيات. من بعد قال لي صافي وليت كنعرف ندبر على راسي. كنشري التليفونات كنديهم نقلب فيهم البيع في واحد السوق كيتسمى سوق الحراميه. قال لي بقيت تما المده ديال 4 شهور. قال لي من ضربت 4 شهور في اليونان غادي نمشي لمقدونيا. قال لي غادي نمشي لمقدونيا اللي غادي نوصل لمقدونيا. قال لي غادي نشد التران من الحدود حتى الحدود مع صربيا. وهنا في مقدونيا ما بركش بزاف، تقريبا برك فيها غير 24 ساعه. قال لي مقدونيا عاوتاني ملي كنوصل للحدود قال لي كنمشي عاوتاني لصربيا. قال لي عاوتاني من صربيا مغامرات جداد، كنتلاقى مع ناس جداد عاوتاني. قال لي كندرك فيها المده ديال الاسبوع. قال لي كنمشي عاوتاني لهنغاريا.
من صربيا لهنغاريا. قال لي مشيت للحدود ديال هنغاريا، قال لي في الحدود ديال هنغاريا قال لي كان واحد الشبيك. دابا من كان جاي من اليونان مقدونيا صربيا ما كاين والو، الحدود غير محلولين، ما كاينش زعما شي باراج ولا شي شبيك ولا شي حاجه، كاين غير الطريق كضربها. قال لي وفاش وصلت لهنغاريا قال لي اذا بيا كنلقى بين الحدود ديالها مع النمسا، الحدود ما بين هنغاريا والنمسا كاينين واحد الشبيك. قال لي داك الشبيك بقيت غادي معاه قال لي في الجنب ديالو حتى كنوصل لواحد البلاصه فيها كيدوز منها التران. قال لي تما ما لقيتش الشبيك. قال لي ما كنخرج راسي كنطر كتبان لي البوليس ديال الشرطه ديال الحدود. قال لي غادي نجيين. قال لي غادي نتخبى، غادي نتخزن حتى غادي يمشيو هذوك البوليس. قال لي كنتفاجئ بان الناس ديال هنغاريا كانوا كيعيطوا ليه يلا يا احمد يلا يا احمد، حيت كانوا بزاف ديال العرب كيحرقوا من تما ديك الساعه مع الحرب وكذا، وكانوا مسمين السوريين العرب مسمينهم احمد. كانوا كيعيطوا لهم غير باحمد. قال لي هيا يا احمد يا احمد هيا صافي. قال لي خرجت مشيت صافي توكلت على الله. قال لي وخرج فاذا بي عاوتاني كنتلاقى مع البوليس. قال لي كنتلاقى مع البوليس. قال لي صافي شدونا بصمونا عاوتاني. ضربت واحد 3 ايام في هنغاريا. قال لي عاوتاني شديت الطريق مشيت للنمسا. قال لي مني وصلت للنمسا كانت واحد الغابه واحد الطريق، ضربت واحد الطريق كبيره قال لي على رجليا. فاش خرجت ساليت واحد الطريق، خرجت في واحد بحال البحيره. بان لي واحد الراجل خدام كيخدم في القرعه. مع شفتو اول فكره طاحت عليا هي نضرب رجلي. جبت زيزوار ضرب رجلو واحد 3 ضربات في رجلو وبدا كيعرج زعما راه مبليسي. باش شو الفكره اللي طاحت على نبيل زعما راه واحد الفكره شيطانيه. باش عاود ليا بديت كنضحك بزاف. قال لي وقفت على داك السيد ودرت فيها زعما رانا ما قادرش نزيد رجليا كيخرج منها الدم بزاف ورانا مبليسي. قال لي داك الراجل بقيت فيه جا كيجري عندي مسكين بواحد التراكتور هزني وداني في البلاصه داني للسبيطار ومن السبيطار داني للبوليس. قال لي ديك الطريقه اللي ضرب بيا داك الراجل كون ضربتها على رجلي قال لي غادي نضرب فيها واحد شهرين ولا 3 شهور. انا غير من باب البسط. يجوا عنده البوليس داو عاوتاني بصموه. وكانت البوليس ديال النمسا كيهزوا اللاجئين وكيديوهم حتى لالمانيا. اللي صافي وجاو عندي البوليس قال لي راه الا كنتي زعما بغيتي نوصلوك لالمانيا راه تمشي تما ودير اللجوء راه زعما التوصيات اللي كاينه هي نتعاملوا مع هاد اللاجئين السوريين ديهم ونوصلوهم لالمانيا. قال لي انا فرحت تما بزاف. صافي قلت لهم ديوني. مشيت داوني لالمانيا. قال لي مع دخلت لالمانيا طلبت اللجوء عطاوني السكنه عطاوني 300 اورو في الشهر. بقيت كناخذ 300 اورو في الشهر. صايبوا لي واحد الخرطيه باش نبقى ندور. وضربت تقريبا لمده ديال 6 شهور في المانيا. قال لي ضربت 6 شهور في المانيا. تما بداو كيديروا التحريات ديالهم باش كيعرفوك من اش من دوله. الا كنتي سوري كيصايبوا لك الوراق، كنتي من المغرب ولا من الجزائر ولا من تونس ولا بشي دوله اللي ما فيهاش الحرب كيرجعوك للدوله ديالك. قال لي انا تما عرفتهم غادي يرجعوني للدوله ديالي فاش عرفوني مغربي وطلعت لهم السميه والكنيه. عطاوني الاجال ديال 15 يوم باش غادي يرجعوني للمغرب. انا هربت لهولندا بحكم ان هولندا ملاصقه مع المانيا. قال لي بركت في هولندا لمده ديال عامين. قال لي عامين وانا في هولندا كنخدم كنبريك كندبر على راسي بطرق اللي شرعيه بطبيعه الحال بحكم ان نبيل كان واحد الدري نقي وماشي من دوك الدراري اللي باس لي اللي كيمشي يطلعوا لاوروبا كيبداو يسرقوا ولا كيبداو يبزنزوا. ولا كان دري نقي وكيبغي يخدم في الحلال وكان كيصلي ومتقي الله. بخلاصه انه في هولندا ضرب فيها لمده ديال عامين. قال لي تلاقيت مع واحد السوري ويبقى عليا عاود طلب اللجوء هنايا في هولندا وراه كيصايبوا الوراق وراه غير حاول. قال لي دخل لي حتى هو الفكره ديال اللجوء في راسي اللي بطبيعه الحال ما كانتش عندي هذه الفكره هذه. قال لي مع مشيت لعند البوليس ديال هولندا بغيت نقدم راسي وزعما نطلب اللجوء.
قال لي طاباو الاسم ديالي ويطلع لهم رانا طالب ديجا اللجوء في المانيا، ويقول لي راه انت راه في بوليس ديال المانيا ديجا طلبتي عندهم اللجوء، علاش مشيتي؟ دونك هنا شكوا فيه البوليس ديال هولندا، وخافوا لا يكون زعما داير شي جريمه في المانيا وهارب من المانيا لهولندا. دونك هنا نسقوا مع الشرطه الالمانيه اللي بطبيعه الحال مع توصلوا بالخبر ديال انهم عنده نبيل ان عند الشرطه الهولنديه. قال لي في البلاصه جاو عندي البوليس ديال المانيا وشدوني ورجعوني لواحد الكامب. قال لي فاش داوني لهذاك بحال السجن، قال لي فكرت باش نهرب منه، قلت غادي نريح فيه واحد المده ديال 3 ايام ونهرب. كانوا قالوا لي 15 يوم وغادي يرجعوك للمغرب. قال لي بغيت نبرك فيه غير المده ديال واحد 3 ايام ولا سيمانه، قال لي ونهرب لهم. فاذا بيا قال لي كنضرب 3 ايام كيجيو عندي البوليس كيهزوني، كنلبس غير السبرديله ديالي صافي، ما حوايجي بقاو تما. قال لي كلشي ديالي بقى تما. قال لي لبس السبرديله داوني ديريكت للمطار، مطار ديال المانيا. من المانيا قال لي كيرجعوني بالطياره للمغرب. نبيل رجع للمغرب دابا وراه كيعيش حاليا في المغرب، كيعيش حياه مزيانه احسن من اللي دوز في اوروبا، راه خدام وبخير وراه تزوج وعنده واحد البنيه، دابا راه كيعيش حياه سعيده. اذا هذه هي القصه ديال نبيل اللي واخا كانوا فيه واحد المغامرات خطيره دازت الحمد لله سالمه. وما كنصحش زعما الشباب باش يديروا نفس التجربه ديال نبيل، حيت كاينين شباب اللي كما كتعرفوا كاملين داروا الطريق ديال تركيا وطراو لهم مشاكل كبيره، بحال الناس اللي شدوهم الاتراك في الحدود تركيا اليونانيه وطلبوا فيهم فديات. كاين اللي قتلوه، كاين اللي خداو الاعضاء ديالو، تجرب الاعضاء ديالو، كل واحد والقصه ديالو. اذا القصه ديال نبيل دازت سالمه ومشى في واحد الوقت اللي كي كنقولوا حنا بالدارجه كانت فيها الغفله، يعني كانت الحرب في سوريا وكان اللجوء. اما دابا راه القضيه صعاب بزاف، ما كنصحش الشباب باش ياخذوا هاد الريسك هذا. ولا الناس اللي كتمشي في قوارب الموت حتى ما كنصحش الشباب باش يهاجروا بهذه الطريقه. اللي بغى يمشي لاوروبا يقلب على شي عقد عمل ولا يقلب على شي تزويجه، يطلع بوريقاته. راه هو نبيل شحال برك في اوروبا، راه اكثر من 5 سنين هو في اوروبا وما كانوش عنده الاوراق ورجع. وبزاف ديال الشباب اللي مشاو، كاين اللي ضرب 10 سنين، كاين اللي ضرب 12 عام ما عندوش الاوراق كيرجعوه غير انت وزهرك. اذا الانسان ما يضحيش بحياته بالشباب ديالو. عرفتي نبيل والله العظيم كبرك معايا كيقول لي داك الوقت اللي ضيعت في اوروبا كنت زعما نخدم هنا في بلادي وراني بخير حدا والديا ونستقر. هو دابا هنا في المغرب كيقول لي احسن من اوروبا، خدام بخير وتزوج ودار وليدات. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه القصه ديال اليوم. القصه صراحه كانت مشوقه وزوينه. كنشكركم على التفاعل ديالكم مع القناه ديالنا، كنذكركم بان كنقراو جميع التعاليق اللي كلها ايجابيه. كنشكروا كاع الناس اللي داروا لنا دي كومنت زوينين واللي داروا جيم القناه والناس اللي تابوناو عندنا. كنوجهوا لكم الشكر مره اخرى، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده من حلقاتنا من القصص المشوقه. وتذكير اللي بغى يرسل لنا القصه ديالو راه كاين، نخليو لكم الجيميل في الديسكريبسيون حتى تواصلوا معنا فيه. الى هنا كتنتهي الحلقه ديالنا، كنشكركم على التتبع ديالكم. تشاو.